الحد 22 يونيو 2025 في فيلا داخل مدينة الشروق. كل حاجة كانت هادية في مكانها. الهدوء كان مرعب، زي ما يكون المكان نفسه بيخبي جواه كارثة محدش لسه عارف عنها حاجة. الصبح الشارع لسه نايم، بس باب الفيلا اتفتح فجأة وخرجت منه ست ماشية بخطوات تقيلة ومش مستقرة، في ايدها موبايل وعينيها متعلقة في السما. بصوت مخنوق اتصلت بالإسعاف: الحقوني، ولادي مش بيتنفسوا. البلاغ وصل والإسعاف والشرطة جريوا على المكان. باب الفيلا كان مفتوح كأنها كانت مستنياهم. دخلوا بس مفيش لا صوت ولا نفس. الأولاد كانوا نايمين، أو على الأقل باين عليهم كده، بس الحقيقة ولا واحد فيهم كان لسه عايش. في أوضة على الشمال لقوا طفل عنده 6 سنين، شفايفه بيضة ووشه بريء ومعلهوش أي أثر مقاومة. وفي أوضة تانية بنت في 3 ابتدائي شعرها مضفر ونايمة زي الملايكة. وفي الأوضة الأخيرة الابن الكبير عنده 12 سنة، كان نايم على سريره ولابس البيجامة وجنبه إزازة المية بتاعته. بعد الكشف عليهم مفيش نبض ولا نفس وجسمهم متلج، بس في علامات حوالين الرقبة، علامات بتقول إنهم ماتوا بصمت. ماتوا بالإيد اللي كانت بتطبطب وتحضن، الإيد اللي كانت بتضفر الشعر وتعمل الأكل، هي نفس الإيد اللي قتلتهم. الأم واقفة في نص الصالة سايبة الباب مفتوح، وعلى وشها قلق وخوف يكفي الدنيا بحالها، مستنية كلمة واحدة بس من الدكتور يقولها: إن ولادك لسه عايشين. بس للأسف اللي اتقال حاجة تانية: ليه قتلتيهم؟ قالت بصوت فيه يأس الدنيا كله: كنت ببص لهم كل يوم وهم نايمين وأقول لنفسي أنا بقدم لهم إيه؟ مش قادرة ألبسهم زي زمايلهم، ولا أشرح لهم ليه بابا مات، ولا أشرح لنفسي أنا ليه لسه عايشة. كنت شايفة إنهم بيتألموا، شايفة نظرات الانكسار والحرمان في عيونهم لما بيشوفوا أطفال لابسين جديد، لما ما يلاقوش المصروف اللي محتاجينه، لما يسألوا عن باباهم اللي مش راجع. دي كانت ليلة زي أي ليلة، بس هي قررت إنها تكون الأخيرة. واحد ورا التاني ناموا وهي لسه صاحية. اتنقلت من أوضة لأوضة، بس مش بس بجسمها لكن بعقلها اللي انهار ويأسها من كل حاجة. هل كانت واعية ولا كانت خلاص فقدت السيطرة؟ هل دي أم ولا إنسانة مكسورة كانت بتغرق وبتغرق معاها 3 أرواح؟ ولا دي جريمة قتل عمد ودوافعها حاجة تانية لسه محدش يعرف؟ النيابة قالت إنها كانت بتعاني من اكتئاب حاد، ما بتاخدش علاج ومفيش دعم نفسي، مفيش حتى كلمة انتي مش لوحدك. الضغط زاد، العالم ضاق، والأم قررت تموتهم علشان يرتاحوا زي ما هي بتقول. لكن هل الأطفال طلبوا يرتاحوا؟ هل حد فيهم قال لها ماما احنا زهقنا من العيشة دي؟ ولا هي اللي تعبت فقررت ترتاح؟ فيلا الشروق بقت مسرح جريمة، بس الجريمة الحقيقية مش بس الخنق. الجريمة بدأت من اللحظة اللي اتساب فيها حد لوحده، لما العالم كله قرر يبص الناحية التانية وساب أم بتكتب نهاية أطفالها بإيدها. في أوضة صغيرة داخل اسم شرطة الشروق كانت قاعدة على كرسي حديد، إيدها ثابتة وعينيها في الأرض، مش باصة في وش حد، كأنها خلصت كل الكلام اللي ممكن يتقال. الضابط بدأ يسألها، بس هي ما استنتش الأسئلة. قالت بصوت مجروح: أنا ما قتلتهمش، أنا ريحتهم. قالت الجملة دي وهي باصة في الأرض، ما كانتش منهارة ولا بتعيط، كأنها بتشرح حاجة عملتها من زمان مش من كام ساعة. الضابط سألها: بدأتي بإيه؟ قالت له الكبير، كان أصعب واحد، كنت حاسة إنه فاهم وبيسكت كتير وبيبصلي بنظرات كلها عتاب، بس عمره ما اشتكى. خفت عليه من اللي جاي. والصغير ما حسش بحاجة، كان نايم ووشه مرتاح، حطيته في حضني وخلصت. ما كنتش مستحملة إن كل ما يطلب حاجة معرفش أجيبها له. الضابط سألها: طب والبنت؟ سكتت شوية وبعدها انهارت. النيابة نقلتها للتحقيق الرسمي وتم عرضها على لجنة من الطب النفسي، لأن أقوالها كلها بتشير لحالة من الانفصال عن الواقع، حالة اكتئاب عميق وصلت لدرجة الذهان.
يعني كانت بتشوف الأمور مش زي ما هي فعلا. قالوا إنها كانت واخدة مهدئات قبل الجريمة، وقالت هي بنفسها أنا كنت بصلي بس دايما كنت خايفة من بكرة. الطب النفسي بيقول إن في بعض حالات الاكتئاب الحاد بيوصل لإنكار فكرة القيمة، يعني الشخص بيشوف إن الحياة خلاص ما بقتش تستاهل، ولا هو نافع ولا أولاده ليهم مستقبل. وده نوع من الانتحار الممتد، بس بدل ما يقتل نفسه بيشوف أولاده أضعف. لكن هل ده يعفيها؟ هل المرض النفسي يشيل عنها المسؤولية؟ لحد اللحظة دي التحقيقات لسه مستمرة، والنيابة لسه بتنتظر التقرير الكامل من لجنة الطب النفسي. ولو ثبت إنها كانت مدركة فده يعني جناية قتل عمد مع سبق الإصرار، ولو ثبت إنها غير مسؤولة نفسيا يبقى مصيرها هيكون مستشفى نفسي مغلق مدى الحياة. البيت اللي كان فيه 3 ضحكات بقى شاهد على 3 جثث، والأم اللي كانت بتبوسهم قبل النوم هي نفسها اللي كتبت آخر حلم ليهم بإيديها. لكن رغم كل ده لسه في سؤال مش لاقي رد. لو حد سألها وقتها محتاجة حاجة، هل كانت هتجاوب ولا كانت سكتت برضه وسابت الموت يتكلم بدلها؟ بس اللي لازم نقوله إن مهما الدنيا ضاقت، ومهما القلب اتخنق من الهم، ومهما البشر اتخلوا عنك، في باب ما بيتقفلش أبدا، باب ربنا اللي بيرزقنا من حيث لا نحتسب، وبيفرجها علينا وبيختبرنا علشان يرفعنا مش يكسرنا. الضيق عمره ما كان مبرر، ولا اليأس عمره ما كان حل، وكل لحظة بنختار فيها نكمل هي اللحظة اللي بننتصر فيها على شيطان بيحاول يهدنا. الانتحار مش شجاعة، والقتل مش هو الخلاص من التعب. الدنيا بتتغير والرزق بيجي، والفرج أقرب مما إحنا متخيلين. اللي بيسمعني دلوقتي وحاسس إن الدنيا سودة، اقعد شوية لوحدك وقول لنفسك أنا لسه عايش، ولسه قادر أطلب من رب كريم ما بيردش حد. أنا لسه عايش، أقدر أسعى وأرمي حمولي وتكالي على رب كريم. ربنا عمره ما تأخر، بس إحنا اللي ساعات بنستعجل وبننسى نقول يا رب. لو عندك حد تعبان اسأله، طبطب عليه، قوله الدنيا لسه بخير وأنا معاك. ما تكونش سبب إن قلبه يتهد من غير ما تحس، وما تكونش انت اللي سايب باب الأمل يتقفل قدامه.